اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبله. النهارده عايز اتكلم على الافكار اللي هي بتترفض. متى يتم رفض اختراع؟ احنا عايزين نعرف الفكره امتى هتترفض، لان كان في سؤال كده من يومين على الجروب، حد بيسال انا فكرتي اترفضت، طب انا اقدم في اماكن تانية. فهي لما تواصلت معايا انا وضحت لها، والسؤال ده فعلا الناس كانت محتاره فيه، انا اترفضت ليه؟ طب انا اترفضت كده ده معناه ايه؟ يعني في حد بيقول لها لا اللي اترفضت يعني الفكره ممكن تروحي تقدميها في مكان تاني فتتقبل. لا، انا عايز اوضح لكم نقط الرفض من البدايه، وهقول لكم مكتب براءه الاختراع بيقول لك لا، انت البراءه تترفض في حاله انها تكون فكره بديهيه. يعني حتى الردود بتاعتهم هي مش موضحه برضو التفاصيل، لان انا طبعا مع شغلي في البراءات والخبره هقول لكم تفاصيل دقيقه شويه. كويس. هنقول نقطة مهمة لرفض البراءة لما تكون الجهاز اللي انت عامله او الحاجة اللي انت عاملها مش شغالة. يعني عملت حاجة هي في النهايه، هي طبعا التصميم المفروض بيقول لك اقرب للتنفيذ. يعني احنا مثلا انت قلت فيه موتور وهنركب عليه شاسيه وهنركب عليه عجل، فجينا نركب الحاجات دي كلها ونوصل لهم كهرباء لقيناهم ما اشتغلوش. كويس. كمان من الخطا اللي انت تسجل، احنا خلينا نتكلم على العربيه، خلاص انا قلتها كمثال، خلينا نكمل عليها. انك انت تسجل العربيه اللي احنا بنقول عليها اللي هي عباره عن موتور وعباره عن عجلتين مثلا وعجله قدام خليناها بثلاثه او خليناها باربعه، وبعد كده اقول لا هي ملهاش باور، هي كده لا كده مش كامله، فكده ناقصه هتترفض برضه. كويس. يعني لازم يكون اللي انت قدمته يشتغل، ولازم يكون باين الباور بتاعه منين وهيشتغل منين وهيفصل منين. زي اي جهاز، زي اي كتالوج. عارف الكتالوج اللي احنا بنشوفوه في الاجهزه؟ هو لازم تكون الفكره كده، ليها طريقه تشغيل وليها ناتج بيطلع. احنا بنشغلها تك على الزرار فبيحصل حاجه، يا اما بتمشي تتحرك تعمل خدمه. فلازم يكون الموضوع واضح التفاصيل، لازم يكون واضح التفاصيل. كويس. فدي برضو من النقط اللي انت الفكره ما تبقاش كامله. يعني انت صح على فكره، انا بس عايز اقول ايه للناس اللي هي بتكتئب وبتتضايق وحاسه اللي هي انا ازاي الفكره جديده. لا، في حد بيقول اللي هي كده لا انت الفكره بتاعتك خلاص في زي، لا مش هو، مش المبدا كده. كويس. المبدا اللي انت ما قدمتش جديد بالنسبه لهم، يعني ممكن انت صح بس انت ما قدمتش جديد. هقول برضو برضو من التجربه بتاعتي، الناس اللي بتقدم الفكره غلط للاسف خلاص بتبقى الفكره كده قبل الرفض. لان انت لو قدمتها غلط في البدايه، كتبت غلط، رسمت غلط، رسمت بمزاجك، رسمت نماذج، رسمت قصدي تصميم 3 دي هو مش عايز غير 2 دي، بعت له اي حاجه يجي بعد كده هو يرفضها، فانت ترجع تبعتها له هي تاني، خلاص هو مش هيبعت لك تاني، خلاص هو الفكره اترفضت. كويس. يعني انت لو بعت لك مناقشه، هو على فكره مش بيرفضك على طول، بيبقى بيعمل معاك مناقشه مره واثنين وثلاثه. كويس. وكل فرق بينه وبينهم كل مره مرحله تقريبا 3 شهور حاجه زي كده. كويس. فانت ايه، ما تردش برضو، ده اسباب الرفض. كويس. ما تدفعش الرسوم السنويه، دي من اسباب الرفض. كويس. يعني في ليهم كذا نقطه للرفض. لكن هنرجع للموضوع او السؤال. لا، انت الفكره بتاعتك اللي انا متاكد منها وشايف منها، بقول لك 90% من اللي بيقدموا البراءات وبتترفض هو بيقدم البراءه غلط. عارف لما مثلا تقدم حاجه باللغه العربيه وهي المفروض باللغه الانجليزيه، هم ما فهموش كلامك خالص لان انت مش فاهم البراءه وطريقه صياغه البراءه. فللاسف انت مش فاهم وقدمت غلط، فهي هتترفض. كويس. نقطة تانية، خلينا نخش ايه، انا بحاول اقرب لكم نقطة فقلت لكم الوصف يكون متقدم غلط. كويس. هنيجي بعد كده نتكلم برضو عن نقطة التقنية. الفكرة ممكن يكون ما فيهاش تقنية جديدة، النقطة دي مهمة. عناصر الحماية، عناصر الحماية يكون عندك تقنية جديدة، تقنية تفاصيل داخليه جديده محدش عاملها قبليك. كويس. لو انت جينا اخدنا عربيه غيرنا وظيفتها وقلنا العربيه دي هتبقى بدل عربيه عاديه هنخليها مثلا عربيه مثلا نص نقل، هنخليها كان لسه مثلا اعتبروا محدش اخترعها قبل كده. كويس. طب لو هي العربيه شلنا الشاسيه وحطينا شاسيه مثلا مربع، كويس، خلاص احنا قلنا هي كده بقت نص نقل. كويس. هيقول لك طب ايه التقنيه؟ هتقول له التقنيه في الشاسيه. يعني هي ممكن تنفع بس حاجه ضعيفه. كويس. لا لازم، يعني انت هتلاقي نص نقل لا ليها سيستم مختلف، يعني النظام، العجلتين ورا، دفع خلفي ودفع ممكن دفع امامي، يعني هتلاقي في شويه تفاصيل في العربيات دي تختلف عن بعضيها. الفكره اللي انت لازم يكون عندك تقنيه داخليه جديده. ما ينفعش نجيب حاجه كبيره نصغرها ونقول احنا كده اخترعنا، ما ينفعش نجيب حاجه صغيره نكبرها ونقول احنا كده اخترعنا. لا، لازم يكون عندك تقنيه
جديده، لازم تكون مبتكر حاجه اللي هي تتحط كعناصر حمايه، هي دي اللي هتخلي الفكره تسجل او لا. كويس. خلينا نخش برضو في نقطه برضو من التجارب اللي هي بتمشي معاك في براءه الاختراع. احد المراحل بيجيب لك الافكار الشبيهه. كويس. اوقات بيقول لك ايه، رد عليا قول لي ايه الفرق بينك وبينهم، انت في شبيه في واحد واثنين وثلاثه. انا زمان ما كنتش اعرف برضه، كنت اشوف الحاجات دي استغرب للموضوع ده، لكن المفروض اللي انت ترد على الاولاني. كويس. البراءه احنا قلنا 4 براءات، في الغالب بيبعت لك رينج 4 براءات شبيهه للفكره بتاعتك. ممكن يبقوش شبيه خالص، ممكن يبقى يعني فيهم واحده شبيهه، ممكن الاثنين تانيين او الثلاثه مش شبيه. كويس. هو بيسالك، عارف لما انا اسالك سؤال بطريقه تانية اقول لك يعني طب قول لي كذا، هو نفس النظام. هو مش هدفه اللي هو يحبطك او هدفه اللي هو يعني يستهزئ بيك، لان الناس بتاخدها اوقات برد فعل غريب. لا، انت هتبدا تمسك براءه براءه، تقول له البراءه الاولانيه تختلف عني 1 2 3، البراءه الثانيه تختلف عني، الثالثه، الرابعه. انا بتكلمكم على حاجه واقعيه بتحصل في البراءات معانا. كويس. هيجي بعد كده هو هيناقش الكلام ده، وبعد كده يرجع يقول لك انت ردك في الاول صح، فتم الايه مش عارف، بيقول لك التغاضي او الغاء البند ده. كويس. يعني هو البند اللي انت تعمله صح هو بيلغيه. كويس. فهيقول لك لغينا 1 لغينا 2 لغينا 3 4، انت مثلا ايه مش موضحه، هيقول لك 4، هيقول لك ايه بقى 4 في شبيه عندك زي الاعتراض اللي انت عمله. ودي بقى مشكله، لان انت مثلا ايه تيجي على حاجه عندهم تقول لا دي غلط، بس هي تكون عندك في البراءه. لا، انت لازم تكون فاهم انت بتقول ايه. كويس. بس اللي اقصده هيبقى عندك نقطه ناقصه هترد عليها، خلاص انت كده خلصت ال4، عديت مرحله بتخش المرحله اللي بعديها، وهكذا والامور بتمشي. فكره البراءه بتتشابه. انا من وجهه نظري البراءه دي زي البصمه، بتختلف 100%، بس يبقى التوصيف الصحيح. نجاح الفكره انها تكون فكره حقيقيه ناجحه شغاله، زي ما بقول لك الباور معروف فين هيشغلها، معروف منين هنقفلها، معروف منين هتعمل وظيفه، 100% 100% البراءه هتتقبل. لكن يبقى التوصيف بتاعك وردك عليهم على الطلبات، طبعا مع اهتمامك بالدفع السنوي للرسوم، وانك انت ترد عليهم في المواعيد، لان المواعيد هتعرضك للاسف للرفض. يعني انت ما ردتش هيقول لك لا خلاص احنا رفضنا البراءه، انت ما ردتش علينا. عدم يعني هم شايفينها عدم احترام او التزام معاهم، لان اوريدي البراءه ماشيه في سيستم. كويس. فكل ما انت بترد بتوضح والامور ماشيه معاك تمام، وعديت الفحص الاولاني والثاني، وطبعا خد كلامهم بكل دقه. هقول برضو نقطه مهمه جدا جدا في الردود. انا على فكره موضوع الردود ده هو بيعقد او بيوجع القلب لما انت يجي لك اعتراض منهم او بيجي لك حاجه جواب منهم. عارف الجواب بيبقى عامل ازاي؟ انا هديكم بس الملاحظه دي، لان انا كنت اشوفها اقلق جدا وبخايف كده. بس بعد كده لما فهمت لا الموضوع عادي. انت على فكره بيكتب لك، بيديك ورقتين او 3، بيكتب لك في اول ورقه كل حاجه انها بايظه، خلي بالك، وبيعلم لك على اللي مش نافع بس. يعني يقول لك انت عندك بس ايه الوصف المختصر يعلم لك عليه علامه غلط، في النقطه في المربع يعمل لك عليه علامه غلط. الوصف العام مثلا، الرسومات مثلا 3 كده. كويس. لكن الخطاب ده كله مش ليك. ما هو للاسف ما اعرفش هم بيعملوا كده ليه، هي حاجه تضايق نفسيا، لان انت بتقرا لو قريت كل الجواب ده هتلاقي من اوله هيقول لك ولا الفكره نافعه ولا الوصف نافع ومش عارف ايه. فانت الجواب للاسف يعقد، بس انت هتلاقيه معلم لك بس على الغلط عندك هتعدله. بعد كده يقول لك احنا هنفرد لك البنود، فهيبدا يقول لك يعني ايه. هو هتلاقي بس ايه كل حاجه يقولها لك غلط. كويس. مثلا انت مثلا غلطان في الوصف، هيقول لك ده هيعترض مع القانون اللي بيقول اللي انت في حاله اللي انت. هي بص معلش يعني كل كلام القانون ده انا شايف ما يهمناش صراحه. يعني انا عندي مشكله في الوصف، عايزني اختصر، قول لي اختصر واختصر معايا. ليه كل الكلام اللي بيضايقنا نفسيا ده؟ بس يعني هي الموضوع كده والله، هي بيعلم لك بس. كويس. مش مهم تقرا بقى القانون بيقول 1 2 3 يا عم ماشي، يعني ممكن تقرا كنوع من الاطلاع لو انت مش عارف. لكن انا خلاص اوريدي خلاص عندي خبره، مش بقرا النقط دي، انا بشوف بس المهم واعلم عليه كده بالماركر وبتاع، وابدا افصل ايه اللي انا مش فاهمه، ايه اللي انا مش عارفه، هم طالبين ايه وانا ارد. ممكن تعمل مقابله خبير في حاله اللي انت لقيت الامور بقت بايظه معاك وانت مش فاهم حاجه والدنيا كده ايه بقت مضطربه شويه. اعمل مقابله خبير وقابل خبير وقول له دلوقتي انت بتفحص الفكره بتاعتي، انا مش فاهم انتوا عايزين ايه، عادي من حقك، وكمل البراءه ان شاء الله والامور تكمل معاك. لكن زي ما قلت النقط اللي فاتت دي هي السبب الوحيد اللي خليك تترفض، ومش من الحاله دي اللي انت قدمت مثلا في مصر
ما تقبلش هتاخدها تقدمها في حته تانية، لا، انت المشكله عندك. انا بقول اي فكره تتقبل، اي فكره تسجل بدل فيها اضافه، لكن لو اتقدمت غلط 100% هترفض. والنقطه اللي انا قلتها، ما تدفعش الرسوم، ما تهتمش بالطلبات، ما توصفش الفكره ما تبقاش باينه انها شغاله منين وهتفصل فين، او يعتبر يعني الباور فين والبدايه فين والناتج. طبعا لازم يكون ليها ناتج او بتعمل خدمه. يعني ده بمختصر النقط عن موضوع رفض البراءه. ان شاء الله يعني ما حدش رفض له براءه، لكن زي ما قلت لو مشيت على القصه الصحيحه، اتاكدت الفكره بتاعتك كويسه، بنيها ورسمها 2 دي ب 3 دي خالص كويس، الموضوع واضح زي ما بقول زي الكتالوج. عارف الكتالوج اللي احنا بنشتري الجهاز وبنلاقي معاه كتالوج، هو نفس الموضوع، واضح الباور فين، التشغيل فين. ان شاء الله امورك تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.